النهارده قررت اخش المطبخ واعمل لاولادي عصير مغذي. عايزة اساعدك؟ لا يا حمزه، انا جبت خلاط جديد من رافال وهعمل بيه ايه عصير حلو ليكم. طب ماشي، هات انا اللي هعمل. يا ابني انا بطل يا حمزه. انا عايز اعمله انا. انا اول مره اخش المطبخ. طب ليش انت عامله؟ طب هو كده كسر ولا ايه؟ الحمد لله ان هو ضد الكسر يا حمزه. هاته ساعدني بس، سيبني في حاجه. ضد الكسر فعلا. ايوه ضد الكسر. بص ما شاء الله. يلا يا حمزه هات اللبن، ساعدني بقى. يلا بينا. يعني كوبايه اللبن الكبيره ما بانتش فيه. ايوه 2 لتر ما شاء الله وسرعته كتيره. الجوافه دي متلجه والتلج اللي انت جايباه ده هيستحمله ولا ايه؟ ازاي؟ ايوه يا حمزه ما شاء الله ده 1800 واط، والسكاكين اللي فيه بتبرش التلج. حط تلج ما تخافش. اول مره احط تلج في خلاط. المفروض لما نيجي نشغله بصي يا حمزه على السرعه الواطيه، لان هو ما شاء الله قوي جدا، وبنحط ايدينا هنا واحده واحده كده نعلي السرعه. يلا ابدا. بس ما شاء الله ده فعلا ده قوي جدا يعني وسريع. ما انا قلت لك ان خلاط رافال قوي، الموتور بتاعه كمان نحاس. يلا بقى اشرب عمايل ايدي، انا اللي عملت. الله الله سموذي. عرفنا خلاط. ايه بقى دي؟ دي مطحنه على فكره ضد الكسر. انت وسيف عيشوا بقى فيها عادي مع البن بتاعكم تطحنوه، واحنا نطحن فيها التوابل. كل ده من رافال.